نجح فريق الزمالك خلال الساعات الماضية في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في إياب النهائي الأفريقي الذي أقيم باستاد القاهرة، وانتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد حمدي. الزمالك أحرز العديد من الأرقام القياسية في ليلة التتويج، وفيما يلي أبرز هذه الأرقام: الزمالك يحقق لقب الكونفدرالية الثاني. فوز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الثاني جاء على حساب نهضة بركان بعد التتويج بها في 2019 على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح. أول ألقاب جوميز مع الزمالك. المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز توج بأول ألقابه مع النادي بعد فوز الزمالك بهدف نظيف في إياب النهائي، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج البلاد بعد الهزيمة في الذهاب 2-1. أول كونفدرالية لشيكابالا مع الزمالك. قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا توج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه مع الزمالك. ثامن ألقاب زيزو مع الزمالك. أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليفوز بلقبه الثامن مع النادي. الزمالك يتأهل للسوبر الأفريقي للمرة السادسة. تأهل الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه في انتظار تحديد الطرف الثاني. الزمالك يعادل ليفربول وبايرن ميونخ ب14 لقبا قاريا. فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية جعله يعادل ألقاب ليفربول وبايرن ميونخ بالتصف بلقب السادس عشر على مستوى البطولات القارية. الزمالك يعادل ليفربول وبايرن ميونخ ب14 لقبا قاريا. فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية جعله يعادل ألقاب ليفربول وبايرن ميونخ برصيد 14 لقبا قاريا. أحرز الزمالك هذه البطولات تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج البلاد بعد الهزيمة في الذهاب من 2-1. إنجازات فريق الزمالك. تحقيق الزمالك للقب الكونفدرالية الأفريقية هذا يعد إنجازا هاما في تاريخ النادي، لسيما بعد أن نجح في التغلب على نهضة بركان في الذهاب والإياب. كما أثبتت الزمالك جدارته في التتويج بعد أداء قوي خلال المباريات، مع تحقيق أرقام قياسية جديدة. توج النادي بهذه البطولة بعد اجتيازه للعديد من التحديات، وذلك يدل على قدرته على المثابرة والانتصار في المسابقات الدولية. مسيرة جوزيه جوميز. تعد هذه البطولة الثانية في مشوار البرتغالي جوزيه جوميز التدريبي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي مع الأهلي السعودي في موسم من 2016 إلى 2017. أداء الزمالك في المباراة. قاد جوميز الزمالك في 16 مباراة حتى الآن، حقق فيها الزمالك 9 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات. سجل لاعب الزمالك 24 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف. تأهل الزمالك لكؤوس السوبر الأفريقية. تأهل الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، وينتظر تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي. ألقاب محمود عبد الرازق شيكابالا. توج شيكابالا قائد الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه مع الفريق، خاصة أنه لم يكن ضمن الفريق المتوج بلقب 2019. إنجازات أحمد سيد زيزو. نجح أحمد سيد زيزو في تتويج بلقبه الثامن مع الزمالك، وكان من بين هذه الألقاب بطولتان من الدوري المصري الممتاز، ونسختان من كأس مصر، بجانب كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي. كما فاز زيزو بلقب هداف الدوري المصري لموسم من 2021 إلى 2022 برصيد 19 هدفاً.